وصفتنا النهاردة هي حلاوة السميد أو البسبوسة التركية. طعمها حلو قوي، طعمها مختلف. هقولكوا ازاي تعملوها. طعمها كمان ملهاش علاقة بالبسبوسة اللي احنا متعودين ناكلها، وكمان مش هنحتاج ان احنا نجهز شربات مع بعض. هي كلها بتتعمل على النار من غير فرن كمان، وكمان مقاديرها بسيطة قوي، موجودة تقريبا في كل بيت. أول حاجة معايا دي كوباية الا ربع سمنة أو زبدة، المتوفر عندك استخدميه، بس أنا بفضل في الحلويات استخدم السمنة البلدي. معايا كوبايتين سميد بسبوسة، ده دقيق السميد مش الاكياس الجاهزة. هنزل بيهم كده على السمنة بتاعتي وافضل اقلب فيهم كويس قوي على النار متوسطة. ولما يبتدوا ياخدوا لون ذهبي فاتح كده هنزل عليهم بكوبايتين الا ربع، يعني من كوبايتين الا ربع لكوبايتين على حسب انتي بتحبي السكر بتاعك ازاي. انا حطيت كوبايتين الا ربع سكر، وكان بالنسبة لي سكرها خفيف يعني حلو، انا بحب كده. انتي بتحبي الحاجة مسكرة اكتر حطي كوبايتين سكر. هنفضل نقلب فيهم لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده هكون عندي مجهزة كوبايتين ونص مية سخنة، وهنزل بيهم على السمين بتاعي، وهفضل اقلب فيهم كده كويس قوي لغايه تقريبا تشرب كل الميه، واتاكد ان الميه وصلت للبسبوسه كلها من تحت ومن فوق. بعد كده هنزل بمعلقه صغيره فانيليا او الطعم اللي تحبيه، وهديها تقليبه كده، وبعد كده هغطيها واسيبها على النار لمده 10 دقايق متغطيه. بعد كده هجيب بوله واغلفها كده كويس بالاسترتش علشان لما اجي اقلب البسبوسه بتاعتي تتقلب معايا بكل سهوله. بعد كده هبتدي اجيب البسبوسه احطها في قلب البوله، وهعملها يعني احاول افرغها كده او اعمل للبسبوسه زي حيطه كده في البوله، علشان لما احط القشطه بتاعتي واجي اقلبها تبقى متغطيه كلها بالبسبوسه. وبعد كده هحط القشطه، او ممكن كمان تخليها ساده. شايفين انا ازاي مغلفه جناب البوله كلها بالبسبوسه. وبعد كده احط الطبقه التانية وهقلبها. بعد كده احط عليها بقى جوز هند من فوق، تحطي مكسرات، ممكن تحط فستق برده حلو قوي معاها. شايفين لونها ازاي حلو، كمان من غير ما تحضري شربات ويطلع تقيل معاكي فما يظبطش معاكي قوام البسبوسه. شكلها حلو وطعمها حلو، زي ما قلت لكم هي طعمها مختلف، ملهاش علاقه بالبسبوسه اللي احنا متعودين ناكلها، بس طعمها جديد وحلو لذيذه. كمان بتتحضر في وقت صغير قوي، يعني هي بتاخد بس 10 دقايق في التسويه، او كمان 10 دقايق تقريبا بتحمريها، فمش بتاخد وقت كتير، فبتكون جاهزه معاكي بكل سهوله. بجد شكلها حلو قوي، طعمها حلو. ما تنسوش تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات.